السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي في الله، أختي في الله، اسمع المعلومة التي تبكي. ماذا يفعل القرآن بعد الموت؟ هل تعلم ماذا يفعل لك القرآن عند الموت؟ عند موت الإنسان وإثناء انشغال أقربائه بمناسك الجنازة، يقف رجل وسيم جدا بجوار رأس الميت، وعند تكفين الجثة يدخل ذلك الرجل بين الكفن وصدر الميت. بعد الدفن يعود الناس إلى بيوتهم، ويأتي القبر منكرا ونكير، ويحاولان أن يفصلان هذا الرجل الوسيم عن الميت لكي يكونوا قادرين على سؤال الرجل الميت في خصوصية حول إيمانه. لكن يقول الرجل الوسيم: هو رفيقي، هو صديقي، أنا لن أتركه بدون تدخل في أي حال من الأحوال. إذا كنتم معينين لسؤاله فاعلموا بما تؤمرون، أما أنا فلا أستطيع تركه حتى إدخاله إلى الجنة. ويتحول الرجل الوسيم إلى رفيق الميت ويقول له: أنا القرآن الذي كنت تقرأه بصوت عال أحيانا وبصوت خفيض أحيانا. لا تقلق، فبعد سؤال منكر ونكير لا حزن بعد اليوم. وعندما ينتهي السؤال يرتب الرجل الوسيم والملائكة فراش من الحرير ملئم بالمسك للميت في الجنة. فلندعو الله أن ينعم علينا بإحسان من هذا الخير، آمين. قولوا آمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه لا يعادل شفاعته أمام الله نبي أو ملك. رجاء أخي أختي، أنقل هذا المحتوى إلى كل شخص تعرفه وتحبه وتتمنى له الخير كما تتمناه لنفسك. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: فبلغوا عني ولو آية. اللهم ارزقنا حفظه والعمل به، واسأل الله أن يجعله صدقة جارية لي ولوالدي ولكل من ساهم في نشره. إذا سمعت نكتة أعجبتك تنشرها. يا ترى إذا شفت ثلث القرآن شو راح تسوي؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخيل تموت وأنت مرسل القرآن، ما يأخذ من وقتك قليل. اللهم لا تجعلني ممن يستحيي من نشر القرآن يا رب. عسى من نشرها في هذه الساعة المباركة ترزقه رزقا يسجد لك باكيا من الفرح.